السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزيني اسوس دو ميمي. ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف خير وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض غناش الشوكولا البيضاء اللي معتمدها في الكيك ديزاين او في الخدمه تاع الكيك ديزاين، خصوصا في فصل الصيف لما تكون الحراره او تكون حراره شديده. من الاحسن نخدموا بالغناش الشوكولا البيضاء احسن من كريمه الزبده اللي هي في الحراره. الزبده ما تستحملش الحراره كيما الشوكولا. درت بها هاد الكاطو اللي خليت لكم كيفاش خدمته حتى تشوفوا سهوله الخدمه تاع الغناش الشوكولا البيضاء، ووريتكم عده بليزيور استوس، عطيتكم عده نصائح باش تستعملوا المواد اللي يكون عندكم في الدار باش تخدموا بها الكيك ديزاين. ماشي لازم تشروا المواد او الماتيريال. دونك هنا عندي 750 غرام شوكولا بيضاء، وعندي 250 غرام كريم فريش. دونك هنا سهل الحساب، ديروا شحال ما عندكم شوكولا بيضاء تقسموها على 3، هي كريم فريش، وهنا كريمه طازجه 30% ماده دسمه. اصلا في الكيك ديزاين ممنوع تستعملوا اقل من 30% ماده دسمه، لقيتو 35 من الاحسن. دونك انا اول حاجه ذوبت الشوكولا البيضاء باش نعاون الذوبان، باش نعاونها في الذوبان، لانني غادي نزيد فوقها كريمه، الكريمه الطازجه اللي غادي نديرها تحمى، اللي غادي نديرها تسخن. هنا الوقت اللي تكون الكريمه الطازجه تسخن نحاول باش نحرك الشوكولا البيضاء حتى ندوب جميع هذوك الحبيبات اللي يكونوا او قطع الشوكولاته اللي يكونوا عاد ما دابوش، وهي الحراره تاع الشوكولا هي اللي غادي تذوبها. دونك هنا نضيف على 3 مرات الكريمه. دونك في الاول ما تخافوش منها، غادي تتكتل، من بعد باضافه الكريمه غادي تولي لكم غاناش. دونك نحركها غير بشويه. وهنايا من ذوبت الشوكولا سهلت لي الامر اني نذوب الشوكولا البيضاء في اسرع وقت. هنا فوالا بعد ما دابت لي كاع نحكم ميكسور بلونجون. هاد المرحله من الاحسن ديروها نتوما. الغاناش هي تبان بلي انها دايبه مليح، ولكن باش تتاكدوا ديروا هاد العمليه، يعني تفوتوا الميكسور بلونجون 2 خطرات ولا 3، غير باش تتاكدوا ان الشوكولا داب تماما. كما شفتوا راني درت بابي ودرت له السيلوفان وخليته على جنب ماشي في الثلاجه. هنا راه عندي جينواز وعندي كريمه، نص كريمه طازجه ونص ماسكاربون، 200 غرام كريمه طازجه و200 غرام ماسكاربون، وزوج مغارف كبار سكر ناعم. هذه الحشوه. وللسقي هنا كما راكم تشوفوا درت كيس فانيلا، درت معاه الحليب. في هاد المرحله لازمني نوضح لكم ان الحليب نديره غير في الشتاء، وغير من يكون عندي الكاطو اللي غادي يتكونسوما في هذيك النهار. يعني انا هاد الكاطو غادي يجي يديه لو كليون، يجي يديه في الليل. يعني لو كان ما يجيش يديه في الليل وغادي يتكونسوما في الليل ندير سيرو. سينو من عرفت بلي غادي يتكونسوما في الليل درت حليب، سينو لو كان الكاطو يبات ما نديرش حليب.
دونك هنا هاد الجينواز لازمني نحكي لكم عليها. هاد جينواز الين كوستا تجي رائعه، زعما بديل المولي كيك، خاصه من تكون عندكم ايطاج واحد. المولي كيك مليح في الدوز ايطاج 3 ايطاج، لانه غاطو يشد، يجي تقيل. ولكن هاد الجينواز تجي روعه من تخدموا هكا دي بياس غير وحده، غير ايطاج واحد، تجي تحفه وتجي حتى هي شاده روحها، ما تجيش تتفتت كيما لي جينواز العاديه اللي نخدموها. دونك هنا كيما قلت لكم هاد الكريمه الحشوه اختياريه، ديروا الحشوه اللي بغيتو، تبغوا حتى نفس لا غاناش تاع الشوكولا البيضاء تزيدوا فيها كريمه وتطلعوها. يعني حتى هي غادي ندير لكم ليها فيديو قريبا باذن الله تاع النمبر كيك اللي غادي نديرها بالشوكولا البيضاء، بغناش الشوكولا البيضاء باذن الله. هنا المونتاج تاع الجاتو راكو والفتو بيه. نحاول نثبت الجينواز تاعي بالشوكولا او بغناش الشوكولا. دونك ندير شويه غناش الشوكولا داخل فوق الكيك بورد، ونحط الجينواز تاعي باش تقعد ثابته وما تغبنيش. هنا نبدا نسقيها بالحليب. هاد القنينه او هاد القاروره من الاحسن دائما تشدوها بصباحكم، لان شويه تخدع، تقد تسيل لكم فاسيلمون، يعني دائما شدوها. فانا ما عرفتش لكن تاعي فيها ديفو ولا كاع هاد من الاحسن تشدوها باش ما يكونش عندكم موفي سوربريز. دونك انا ندير لو بودان او هذيك ندور على لو غاتو بالغاناش الشوكولا البيضاء، لان هي اللي غادي دير لي حاجز على باش هاد لا كريم ما تخرجش، لان هاد الكريمه اذا خرجت وتشد وفي لا باتا سكر، غادي لا باتا سكر تتعمر اوميديتي او تتعمر رطوبه، وتبقى تسيل لكم وتبقى تلصق وما تجيكمش كاع شابه. يعني هاد الكريمه لازمها تبقى داخل لو غاتو. دونك هنا غادي نزيد لي فريز اللي غسلتهم وجمدتهم وخليتهم لاستعمالات لاحقه. سورتو من يكون كاين فصل الفريز او الفراوله، لازمكم تخلوا شويه على جنب باش تخلوهم لاستعمالات لاحقه، وما من الاحسن ديروهم نتوما. وسينو لما كانش راه كاين في لي غروند سورفاس، راه كاين الفراوله المجمده. دونك كل واحد والاختيار تاعه. اذا كان عندكم فراوله طازجه فريش من الاحسن ديروها كذلك. دونك هنا نخليكم مع المونتاج تاع الغاتو. وغير بغيت نوريكم واحد الطريقه. غادي من يبقى يعلو الغاتو غادي تشوفوني درت بلاستيك او كيس غذائي. دونك هنا نعمر هاد الطبقه ونزيد الطبقه الثانيه ونعمرها كذلك. من بعد من يعلو لو غاتو ندير كيس غذائي وندور عليه باللو سيركل، او تقدوا ديروا ديريكتومون في المول اللي غادي نديرها لكم ان شاء الله قريبا، كيفاش تمونطوا لا غاناش لو غاتو تاعكم في المول. هاد الطريقه الثانيه مليحه لان تجيكم اسهل، ما تبقوش تدوروا في لو غاتو تجي. انا هاد الطريقه جينيرالمون هي اللي معتمده عندي. دونك ندير لو سيركل ونبقى نكمل، لان باش تجيكم طالعه مستويه. من بعد من تجوا غادي تليسوا لا غاناش ما يجيكمش اعوجاج في الطرطه او في الكاطو تاعكم. دونك نخليكم تشوفوا المراحل، ومن تكون كاينه توضيحات راني نعاود نولي لكم. دونك هنا دائما نشوف لو نيفو، نشوف اذا كانت مستويه ولا. دونك هنا بعد ما دخلتها لمدة 10 دقائق في الكونجيلاتور أو نص ساعة في الثلاجة، لأن كما تعرفوا الشوكولا البيضاء تشد روحها في ساعة أو بسرعة. هنا نقلع نحذف البلاستيك أو الكيس الغذائي
وغادي نبدا غادي نبدا نليسي في لو غاتو تاعي. بطبيعه الحال هنا لو ليساج لازمكم تكونوا صبورين معاه، واذا شفتوا الشوكولا البيضاء قساحت او شدت روحها بزاف، ديروها فوق حمام مائي غير شويه، غير قد اللي تعاود تولي غير واحد شويه ليكيد، عاودوا خدموا بها. دونك هنا غادي ندير اون كوش وغادي نعاود ندخلها في الكونجيلاتور باش تسهل لي الامر لا سويت، باش يجيني لو ليساج يجيني ساهل. دونك هنا كيما كتشوفوا نديروا الطبقه الفوقانيه، لانني غادي ندير ان سيركل من الفوق، وهذاك لو سيركل انا غير ما عنديش ديسك تاع الغاناش، درت سيركل نورمال هادو دوغي وقطعته قطعته وريتكم الاداه اللي نقطع بها، وغادي ندير فوقه بلاستيك او فيلم غذائي اللي كنت ديجا مستعملته باش ما نضيعش. دونك هذيك شوكولاته بيضاء لا كتشوف فيها الفوق، جو لو سيكوريز، نثبته ونحطه فوق لو غاتو. هنا لازم نوريكم واحد لاستوس اللي نافعتني بزاف. نحكم السباتول تاعي ونحكم الماء يغلي ونغطسها في الماء المغلي هذاك، ونبقى ندور على الشوكولا، سورتو الشوكولا من يكون جامد ومن يكون شد روحه مليح، تجيني ان ليساج فريمون بارفي، يجي ويسهل عليا الامر. الماء حامي يسهل لي لو ليساج تاع الشوكولا، حتى هذوك الفقاعات تاع الهواء ما يبقوش، ما يخليهمش. دونك دائما يكون عندكم ان تورشون بروبر او تورشون يكون نظيف، وتحطوا السباتول تاعكم في الماء غالي، تمسحوه بلو تورشون وتفوتوا على لا طاح تاعكم باش تقلعوا الزائد، و ميم طون تليسوا او ديروا الحواف الحاده اللي من الفوق وديروا ان ليساج بارفي.
خصصتها للجناش الشوكولا البيضاء. في هاد الجهه اللي منا في هاد لابارتي غادي نوريكم كيفاش نحتفظ بلا باتا سكر، يعني نديرها في ساك محكم الاغلاق، ونزيد نديرها في بواط هرميتيك او علبه محكمه الاغلاق تاني هي، باش لا باتا سكر ما تشربش الهواء او ما يتوشيهاش الهواء، وما ما تتحولش، ما تيبسش، ما تنشف لكمش. هنا غير العلم اني غادي نديرها بالاحمر، وندير الالوان اسود واصفر مع الاحمر. دونك دائما حتى من تحطوهم فوق لو بلان دو طرافاي تاعكم، من الاحسن تخلوهم في لي ساك تاعهم. فوالا دونك هنا بعد ما حليت او فردت لا باتا سكر، غادي نخرج منها جميع الفقاعات ونحطها فوق لو غاتو تاعي. دونك هنا حاولت باش ندير لكم غير لي بارتي اسونسيال، لي بارتي اللي قدو يهموكم، باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. وللعلم ان الفيديو من نكون مطوله فيه بزاف غير باش نعطيكم جميع لي ديتاي، باسكو كاين مرات كاين اللي يلومني على طول الفيديو، وكاين اللي يقول لي سرعتي بزاف وما فهمنا منك والو. يعني انا نفضل تفهموا مني كل شيء، معليش اللي تلومني على طول الفيديو نقولها سامحيني، مي جو بريفير تفهمي كل شيء وتستحمليني في الهضره تاعي بلوتو كو ما تفهمي والو ونكون ما وصلتش الرساله نيشان. دونك هنا كيما كنتو تشوفوا نهود بيدي غير بلاتي، غير بشويه، نحاول باش ما نكسلش، باش حتى ما تقطعش، وندور لو غاتو غير بلاتي. دونك هنا غادي نخليكم مع الصور، وبغيت نوريكم غير واحد لاستوس يعني لقيتها، وبغيتكم ديروا نفس الشيء. هذه هي اللي بغيتكم تشوفوها، هو هذا لو ليسور سوبل، او هو اللي غادي يجي يحكم لا فورم تاع لو غاتو. بغيت غير نقول لكم باللي حكمت غلاف تاع كراس يكون خشين، وقطعته مقسته، ولكن من تمقسوا بالمقص ما ديروش، ما تمقسوش عده، من تفوتوا بالمقص فوتوا في مره واحده باش تجيكم حاده. هذيك التمقيسه عند وين مقصتو تمقيسه حاده، هذيك هي اللي تبقوا تستعملوها باش ديروا هذا لو جيست اللي راني ندير فيه، يعني ديروا حواف حاده. دونك هي تشدوها كيما كنتو تشوفوا مع يدكم، وتفوتوا عليها لو ليتور الاخر او الملاسه الثانيه اللي هي ملاسه الريجيد، والاخرى الملاسه اللي المرنه، تبقوا تفوتوا دوروها على لو غاتو تاعكم، وشوفوا كيفاش تخرج لي الحواف حاده. والله كراس كان عندي، غسلت الغلاف تاعه مليح وعقمته، وراني نخدم به الكيك ديزاين بكل سهوله، خير من اللي نبقى نشري في لو ليسور ليس الوغ كو لقيته غير في الدار. دونك كيما كتشوفوا حواف حاده. دروك غير نمسح هذاك البلاصه اللي نقد نكون لمستها بلو ليسور، ونخليكم تشوفوا الديكوراسيون اون ايماج او بالصوره.
دونك فوالا بعد ما صفرت هذوك لي بودان اللي خرجتهم من هذيك الاداه، زدت الاسم والعمر، وهذا هو لو ريزولتا. هذه هي الطرطه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ديروا لايك وشاركوا في القناه وبارطاجوا هذا الفيديو باش تعم الفائده. ولكن بغيتوا دي فيديو تاع صوالح واحد اخرين قولوا لي ان كومونتير. والسلام عليكم.